إزيكم؟ تخيل كده تشتري تذكرة فيلم، تدخل تتفرّج، فتتفاجئ إنّك أنت بتشوف فيلمين. إيه ده؟ أيوه، هو ده بالضبط اللي حصل في فيلم سيما علي بابا لأحمد مكي. الفيلم كان عبارة عن حكايتين مختلفتين تمامًا. الأولى كانت حزلقوم في الفضاء، ودي أخدتنا طبعًا في رحلة لكوكب ريفو وما أدراك ما كوكب ريفو، وإفيهات كوكب ريفو. أمّا التانية كانت بعنوان الديك في العشة، ودي كان فيها الديك البرابر اللي هو أحمد مكي بيحاول يحمي المزرعة سكان المزرعة من ضباع، واللي كانوا فارضين أو بيحاولوا يفرضوا أتَوات على باقي الحيوانات، وكان بيمثّل الفئة دي طبعًا الفنان هشام إسماعيل. الغريب بقى إن وقت عرض الفيلم ناس كتير اعتبرت إنه الفيلم مُحبِط إلى أقصى درجة، بل إنه اعتبرته تجربة فاشلة لأحمد مكي كمان. ورغم إنه يعني إحنا متعودين أصلًا على أحمد مكي إن هو بيشطح وبيروح، يعني بيعمل حاجات كده سابقة لعصرها، تمام، ويعني طير أنت من أكتر الدلائل على ده يعني. وكمان قريت إنه فيلم سيب علي بابا بَذَل فيه مجهود ضخم جدًا، يُقال إنه وساعات التصوير وصلت ل14 ساعة مثلًا، يعني بحكم إنه كان كلّه مُعتمد على المكياج والديكور والكلام ده كلّه. ورغم الجدل عفوًا اللي حصل وقت عرض الفيلم، ولكن الفيلم حقق حوالي مثلًا 7.7 مليون، فده رقم كويس أعتقد وقت عرض الفيديو يعني. وحاليًا أعتقد على cinema.com واخد تقييم 6.1. ويمكن الفيلم ما كانش فعلًا من أنجح الأفلام في شباك التذاكر وقتها يعني، لكن بعد سنين بعد ما الناس بدأت تشوف الفيلم بشكل مختلف، بدل ما تشوفه بيتعرض على التلفزيون وبدأت تشوف الفيلم لأ، الفيلم كويس، الفيلم بالعكس ده الفيلم كمان جميل. وأعتقد إن كانت مشكلة فيلم سيما على بابا إنه كان سابق عصره، مش إنه كان فيلم سيء. فأنت قُل لي رأيك، هل سيما على بابا كان فيلم سابق عصره فعلًا والّا الجمهور نوعًا ما يعني عنده حق وقتها وإن الفيلم كان مُحبط؟ عمومًا ده اللي عندي النهارده، ولو بتحب محتوى الأفلام ده ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب هنا على القناة. سلام.